مرحبا بنات، شلونكم؟ شاتكم بخير؟ تشوفون هذا الفيديو. اليوم الفيديو راح يكون السموذي المعفن الحلو. شنو يعني؟ طبعا هذا السموذي راح نحط بيه اشياء كلش طيبه واشياء يعني طعمها طيب، وبعدين راح نخلطها، بس ما نعرف هاي الاشياء راح تصير طيبه بالنهايه لو معفنه. فهذا الشيء راح نكتشفه بالنهايه. اليوم وياي ضيفتي اللي هي مينا من قناه مينا فور ايفر. واليوم راح نسوي هذا التحدي. طبعا هنا الاوراق كلها مكتوبه، كل عنصر مكتوب مرتين، مره لي ومره لمينا. راح ابدي اني اول مره وبعدين راح اطرقه واخليه على صفحه، وبعدين مينا راح تبدي ونطرقهن نسويه اثنيناتن. يلا نبدأ. طبعا هنا 8 مكونات، كل واحد راح يختار مكون. هنا اكو اسبري او يعني مثلجات، وهنا نستله بالكاكاو، نستله بالويفرز يعني بالكريم، سماق وعنب وحليب محلى، بيبسي وحليب، وهذه الاشياء كلهن طيبات وحدهن، بس ما نعرف اذا اجتمعن شلون راح يصير طعمهن. يلا نبدا باول ورقه. لازم اسحب 4. اول شي طلع لي سماق، بعدين كلهن راح احطهن يعني مو هسه. اوكي نسحبن 2 فيلا. بعدين بيبسي نمبر 1، هاي نستلي هذا اسمها. أوه طيب. واخر وحدة هي ما ادري شنو، بس يلا نشوف. اسبري. يعني تشكيلتي حلوة، راح احطهم كلهن قدام الكاميرا. اول شي طلع لي سماق، ثاني شي راح احط النستلة، راح اقصقصها اصغر، وبعدين اوكي. وبعدين طلع لي اسبري. لا هسه الى الخلاط. هذا صار شكله. اوه هسه راح اسحب المكون الاول. اذا جبتها وش ما طلع لي يا سماق مرة ثانية. خلي اخلطهم زين. المكون الثاني نستله ويفر اللي هي البياضة. شوية بخليها. هسه المكون الثالث طلع لي نستله ويفر مرة ثانية، لان انا كل شي حاطة بيه 2 2. يلا يعني مرتين المكون نستله. الاخير يطلع الرابع طلع لي حليب محلى اللي هو هذا. طبعا حطينا حليب المينا لانه هي طلع لها بس 3 مكونات، فلازم نحط لها حليب على مود يصير طعمه شويه طيب، وهمين ينخلط لان هذين كلهن جافات بدون سوائل. يلا بسم الله، خلينا نبدا نحط لها اول اشياء. احنا نبدا نحط لها السماق، بعدين راح نحط لها الويفر، نحط لها 2 لان هو طلع لها مرتين، فيعني السموذي مال مينا عبارة عن ويفر. بعدين راح نحط لها الحليب المحلى المكثف. مال مينا اشهى من مالتي. حنحط لها تمام. وبعدين واخير شي راح نحط الحليب وبس. برأيي هيك كافي. خلصنا. راح نروح نخلط مال مينا. طلعت لنا بالنتيجة 2 سموذي. هذا مالتي وهذا مالي انا. طبعا مال مينا طلع يعني حلو لان بس بحليب محلى وويفر بالكريم الابيض وبيه حليب، بس اني مالتي ما شاء الله بكل الاشياء اللي ما تنجرح. فاني من هسه حقول لكم مينا حتفوز لان يعني الحظ الها. فيلا بسم الله. يلا هسه راح نشربه، والعقاب راح نحددوه انتو بعد ما نخلص هذا التحدي. يلا بسم الله. ما طيب. حابة اقول شغلة، انه هذا الفيديو للتسلية فقط، والمكونات كلها راح ناكلها بعد ما نخلص هذا الفيديو. ما كل شي راح ينذب بالزبالة ابدا. مال مينا السموذي يجنن. مينا مالتها السموذي طلع السموذي الحلو، واني مالتي السموذي هو اللي طلع على حسب اسم الفيديو، السموذي الحلو المعفن وبس.
بيتي أنا أكون خسرت لأن ما قدرت أشرب بس مرتين، ومينا هي اللي فازت، هي اللي قدرت تشرب، يعني لازم يسألكم عقاب بيه. طيب فراح تكون هاي الصورة موجودة بالانستغرام، روحوا وكتبوا لنا بها العقاب إلي. لا تنسوا تتابعوني على سناب شات، فتحت سناب شات جديد وانشر بيه بشكل يومي لأن كلش حبيته. هذا هو حسابي بالسناب شات، روحوا بسرعة 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 وسووا لي عليه إضافة لأنه هواي راح نستمتع مع بعض. يا مع السلامة.